على بالي راهي تلفت لكم هاد الايامات مع العشاء، واليوم جبت لكم ابن ميني غراتان تاع الشوفلور على طريقتي مع واحد البولي بلا صوص. لازم تجربوه. السلام عليكم. اللي ما يحبش الشوفلور واللي يحبوا مع هاد الغراتان على بالي كامل راح يعجبهم في الدار السهل ماهل مع هذاك البولي بلا صوص. واش نقول لكم، وكالعاده بنتهم الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى نحكم راس تاع الشوفلور اللي نقطعوه ونغسلوه مليح، قطعوه مرصوات صغار، وفي الماء اللي راح يطيب فيه ندير ربع حبه تاع بصل، زوج سنه تاع الثوم، زوج ورق تاع الرند، زوج شرائح تاع القارص، وبلا ما نساو الملح وفي الكحل، ونحطوا هذاك الشوفلور يطيب. هنايا نحكم الصدر تاع الدجاج ديروه على حسب افراد العائله تاعكم، نقطعهم شرائح يكونوا رقاق بهذه الطريقه. نجي ندير عليهم الملح، فلفل الكحل، ندير عليهم شويه تاع الزيت ولا زيت زيتون، توابل مكتوبين تحت لا فيديو هذا الخليط، ونخلطهم مليح حتى وين التوابل يوصلوا الكامل لي كوتي تاع الدجاج، وهكذا يكون واجد. هنا في مقله تكون كبيره خلوها تسخن مليح، نجو نحطوا هذوك الشرائح تاع الدجاج بهذه الطريقه، خلوهم حتى وين يطيبوا مليح ويدوا لون ذهبي محمر بهذه الطريقه. بعدها نحوهم في نفس المقله. عندي نص حبه تاع البصل مع حبه فلفل احمر وحبه فلفل خضر، نخلوهم يتقلاو مليح حتى وين يدبالوا، وناخذ زوج شرائح تاع الدجاج اللي كنت حمرتهم في الاول، نقطعهم مربعات صغار ونضيفهم لهذا الخليط. بعدها نحي تقريبا كامل هذا الخليط، نخلي منه غير شويه في المقله، نضيف عليه كميه تاع الشامبينيون مع مرصو تاع الزبده، ونخليهم يتقلاو مليح، ونروح نحضر لاصوص بيشاميل. واليوم راح نستخدم هذه لاصوص بيشاميل تاع الجومبو اللي توجد في 3 دقائق سهله مهله. تبعوا برك الخطوات اللي مكتوبه في لو صاك. هنايا ديت نص لتر تاع الحليب، ضفت لها الخليط. انا حبيت البيشاميل تكون خفيفه، اذا حبيتوها ثقيله ديروا 350 ملل حتى 400 ملل تاع الحليب، وحطوها فوق النار مع التحريك المستمر حتى وين تعقد. شوفوا كاش تجي كريميه وما يتشكلوش فيها كامل لي غرومون. انا درت لها شويه تاع الثوم بودره وتكون واجده. الشامبينيون بعد ما تقلى مليح درت عليه كاس تاع الماء وكاس تاع لاكريم ليكيد، ونحط عليه هذوك الشرائح تاع الدجاج اللي قعدوا لي، ونخليهم يبقبقوا شويه وتكون واجده لاصوص والدجاج. بالنسبه لي غراتا هنا نحكم لي ميني غام، كندير فيهم كميه تاع الفرomاج اللي حبيتوه من التحت، ندير كميه تاع الشوفلور اللي كنا طيبناه، وهذاك الدجاج مع الفلفل والبصل اللي كنا نحينا الكميه الكبيره نديروها فوق الشوفلور، ونزيد عليهم كميه تاع صوص بيشاميل، ونزيد عليهم شويه تاع فرomاج غابي من الفوق، وندخلهم يتغراتيناو حتى وين يدو لون ذهبي، وهذاك الفرماج يدوب ويكونوا واجدين. الكراتان راهو واجد، البولي مع لاصوص راهم واجدين. نقدموهم بهذه الطريقه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وبصحتكم.